قصة من تأليف مريم نزار التراني تحت عنوان الثائر على سفح الجبل. في يوم عطلته ذهب في نزهة غاية للصفاء والراحة، واقفا على سفح الجبل متأملا تلقي صفعات من نسيم الهواء كي يوقظه من تفاهة الحياة ورغبات البشرية الساذجة. يضع جسده المثقل من تعب السنين على أقرب صخرة عنده، فيجلس ويحظى بعض الشروج الذي يتناغم مع ألحان العصافير المجاورة. يسترجع ذكريات مختلفة وينبهر لتطور أفكاره عبر الزمن، وكيف الإنسان أن ينزع فكره القديم ويزداد إدراكه دون أن يشعر أنها تراكم الخبرات أكثر مما نسميه أفعال السنين، لأن ما يتراكم ويتخمر هو ما نكتسبه أو ننتزعه، فالغد هو امتداد لليوم واليوم امتداد للأمس. هذا ما قاله الرجل الشارد أو ربما الثائر، لأنه يثور كل يوم على الماضي، تحديدا الماضي الذي كان عليه محاربته والانتصار عليه. ضحك ضحكة ساخرة حينما تذكر حماسه وهو يدافع عن أفكاره، حصر هويته بقوميته، رؤية الحياة بمنظار ديانته، الاستماع فقط لما يتوافق معه حينما كان على اعتقاد بأن رأيه سيحدث فرقا وسط صراع العبث مع التفاهة. عجيب كيف يكتشف الإنسان فجأة هباء انتفاعاته. سأل نفسه: لماذا كل هذا؟ وما الذي كان سيتغير؟ مجددا يسأل نفسه: ما الذي يحدث؟ من أنا؟ أو بالأحرى، ما الذي يحدد من أنا؟ هل هي مصادفة؟ هل هي مصادفات الجغرافيا التي كنت أدافع عنها كالمبرمج عقليا، رغم أنها ولدت معي ولم أصنعها أو أختارها بنفسي؟ أم هويتي هي أفكاري التي في دوامة التغيرات؟ هذا السؤال الأخير ذكره بمعطلة سفينة تيسيوس. أما إذا كانت السفينة التي يتم استبدال كل جزء خشبي منها تظل نفسها أم لا؟ قال الرجل مخاطبا نفسه: ولكن من لا يمتلك الشجاعة والجرأة ليصنع لنفسه المبادئ والاعتقادات؟ أن يطور ضد ما لا يتناسب مع العقل والمنطق، سيرضى بالقوالب الجاهزة بتشكيل وتسيير حياته، سيرضى بأن يحدد الآخرون مبادئه ومعتقداته، وسيدع هويته محصورة بالقالب الذي أعطاه إياه نسبه، موقعه الجغرافي، عادات وتقاليد أجداده، وصورة الحياة التي فرضت عليه. ثم سيموت وهو لم يعش حياة خاصة به، بل عاش ضمن القالب الذي قدمه له الغالبية في مجتمعه وواقعه بسبب كسله الفكري. فمن قال إن الكسل محصور بالحركة الجسدية فقط؟ شعر الرجل الشارد وكأنه يعزف سيمفونية التسالي بظروف في عقله، ولكن بالكلمات وسراء الأفكار. وحين تذكر لحن السيمفونية خاطب نفسه: أنا الأطروحة والنقيضة، لا، بل أنا التوليف لها. أنا الأعقل مجانين وأكثر جنونا بين العاقلين. أنا أتعس الفرحين وأسعد الحزانة. أنا التفاؤل وأنا التشاؤم. أنا المؤمن عند الله والكافر عند الشابي. هبطت الحمامة على كتفيه فاستغرب، لأن هذه ليست عاداتها مع الغرباء. خطبها بلغته التي لا تفهمها. يا حمامتي الصغيرة، أن يكون الإنسان ممن يقدس أهمية العقل ويسعى لتغذيته بما هو مفيد، وينشطه حينا ويعذبه بطمع المعرفة وفوضى الأفكار المتدفقة في الحين الآخر، وفي الوقت نفسه يكون مرهفا بحس عاطفي ورومانسي، يعطي الحب لملء العالم بسخاء. أنها مهمة صعبة يا حمامتي الصغيرة. قبل أن ترحلي يا حمامة، شكرا لأنك لم تبخلي ببعض الوقت لي لكي تسمعيني دون أن ترحلي في منتصف الحديث، ثم تعودين حينما تشائين. ولكن حتى لو فعلت ذلك فلا بأس، فما فرقك عنهم؟ كل ما يهمني أن تكوني مرتاحة معي، لا تخشي مني، بل أن تكوني مطمئنة أني هنا سأفهمك وأشعر بك، حتى لو كنت حمامة وأنا إنسان بعيد عني بعد أميالي أو قريبة، تحطين على كتفي، فالحب والرغبة تدفعاني
في أن أكون جزءا من عالمك، وسيجعل الفهم والاحتواء أسهل مما يبدو عليه. نهض الرجل الشريد من على صخرته، رفع عمامته عالية وتركها تحلق، لأنه يعلم أن كانت تود العودة إلى تجديد اللقاء، فجناحها ستقومان بالواجب.